وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعال نسمي الله كده ونعمل صينية كيك كده وطاجنين تحفة جدا جدا، هشة وجميلة جدا وطعمها فوق الرائع. تعال نسمي الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة ونشوف مع بعض المكونات. معايا 3 بيضات هحطهم كده في البولة اللي قدامنا دي. تمام. ومعايا مج من الحليب ومج من السكر ومج الا ربع ازاز كده من السمنة على الزيت والفانيليا والبيكنج باودر. تمام. حطينا ذرة فانيليا كده على البيض وهنخفق كده بالمضرب البيض كده، او مضرب يدوي او في الخلاط ممكن تمشي. يعني الخطوات اللي انا همشيها بالمضرب امشيها في الخلاط عادي، يعني مش اساسي يبقى مضرب بيض. يعني لو مش متوفر خلاص، ممكن مش متوفر لا خلاط ولا مضرب البيض، بالمضرب اليدوي عادي برضو خالص جدا وهتطلع معاكي تحفة. كده نزلنا بالسكر بعد ما خفقنا البيض كويس. تمام. هخفقه جامد كده مع البيض لحد برضو ما يديني الفوم اللي هو لونه الفاتح الكريمي الحلو ده. هنا هضيف برضو المج الحليب. بصوا انا مكبره المج بتاع السكر والمج بتاع الحليب، والمج اللي هو الازاز عادي خالص للسمنه والزيت. يعني مش حاطه زيه زي المجات بتاعه السكر والحليب، لا، مقلله شويه الماده الدهنيه، ولكن طلعت حلوه جدا جدا وغنيه، وهتشوفوها لما نطلعها كده ونقطعها مع بعض. كده خفقتهم اهوت كويس. هنا معايا المج بتاع اللي انا كنت حاطه فيه السكر، هعاير بيه الدقيق. هحط مجين ونص من الدقيق. هحط اول حاجه مجين، وهحط الظرف البيكنج باودر، وبعد كده النص مج هسيبه. لو حسيت ان الخليط محتاج هحط النص مج، مش محتاج مش هحطه. بس المعيار دوت الاساسي بتاعه مجين ونص من الدقيق. وطلعت حلوة جدا جدا بصراحة، يعني بشهادة كل اللي دقها وعجبتهم جدا. واللي عايزة اقول لكم الكيكة في الفخار فظيعة، طعمها حلو جدا جدا. وانا بس اللي ما صبرتش عليها شوية تاخد لون زي الصينية. قلقت بصراحة، قلت مثلا عشان اول مرة اعمل في الطواجن الصغيرة دي، فخفت مثلا إن تاخد لون طبعا غامق شوية في القعر، فانا ما حبيتش اطول عليها. كده حطيت المعجنات دقيق والظرف الفانيليا، تمام، البيكنج باودر. فهقلب كده بالمضرب يعني يدوي كده بدون ما اشغله، بحيث ان انا ادمج الدقيق مع الخليط عشان خاطر لما اشغل ما يطرش الدقيق من المضرب من قوة الخفق يعني. اهي بسم الله. كده اهوت هضرب كده وابدأ بقى اخلط، باخد اتجاه واحد مش بلف يمين وشمال، اتجاه واحد بس بشغله، مش بشغل اتجاهين. هنا معلقة من الخل صغيرة بتحسن معايا الخليط بصراحة، وبتخليه حلو جدا وبتخلي الكيكة تحفة. وكمان بتفتح اللون، يعني عشان احنا عاملينها كمان آه، فانيليا بس، فبتفتح معايا وبتخليها حلوة. كده سحبت الجناب اهيت. تمام كده. وهنزل كده بالنص مج من الدقيق. وهقلب برضو بنفس الطريقة. السكر بقى ده حسب الرغبة، يعني انا حطيت مج، انتي حابة تزودي عن المج زودي، حابة تقللي قللي، حاجة ترجعلك. يعني السكر دوت دي حاجة اختيارية. في ناس ما تحطش المج كله، تحط مج الا ربع او نص مج. في ناس تحط مجين، يعني حسب. دي الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها الكيك. وهقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل خلاني قلبت يعني زودت الطاجنين دولت. طبعا المج ده اللي كان فيه السمنة على الزيت، اخدت كده يعني حبة صغيرين، حوالي نص معلقة صغيرة كده باقيين، دهنتهم كده في قعر الصينية وما حطيتش مادة دهنية تاني. تمام. هدهنهم كده زي ما انتم شايفين دهنة كويسة كده في الصينية بحالها. وهحط لهم شوية من الدقيق كده، يعني ايه،
نخلة كده هي صغننة كده حوالي معلقة، وابطن بيها الصينية بس بيها. لازم تتبطن كلها كده بحيث ان انت كده تطلعي قطعة الكيك تطلع معاكي بكل سهولة. بسم الله. الخليط ده بقى كان عايز الصينية دي، وكان عاوز يعني قالب مثلا معاها ولا حاجة، هتطلع مظبوطة وحلوة. بس انا زودت طبعا الخليط زي ما انتم شايفين ما شاء الله كمية كتيرة، فحسيت ان الصينية يعني كتير عليها الخليط وهيبقى زيادة يعني عليها. هجرب كده يعني اشيلها كده في ايدي كده، اشوف كده يعني تقلها او ان هي هتفور من الصينية او كده. لقيتها كتيرة بصراحة. فهجيب الطاجنين اللي هم الصغيرين دولت، وهنقص كده منها بالراحة من غير ما اوصل لقاع الصينية، عشان خاطر ما تلزقش مني يعني ما تطلعش بالسوى اللي انا عايزاه. هاخد كده من على الوش كده حاجات بسيطة كده زي ما انتم شايفين. بس هعمل يعني الطاجنين دولت كل طاجن هوصله نص طاجن يعني مليان من الخليط. هكملهم كده ونشوف مع بعض. اهو بصوا عملتهم كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر هي الصينية ما شاء الله طلعت مظبوطة معايا، وطاجن طلع مظبوط، والطاجن التاني طلع زيادة سنة اللي هو في ايدي ده. فده الزيادة سنة دوت فار يعني وقع منه شوية كده صغيرين من الطاجن في الفرن. بس برضو احسن من ما كانت الصينية كلها باظت. يعني قلت دي الفكرة ديت يعني تفك ازمة يعني. وكده كده الشوية دولت مش هيجوا في صينية اساسا، يعني هيبقوا صغيرين قليلين قوي على الصينية. كده تمام جاهزين. هدخلهم الفرن بقى ونطلعهم كده ونشوف معانا بقى بعد ما طلعناهم. طبعا انا بولع الفرن قبل ما ببدأ شغل في الكيكة، وبهدي النار اقل من المتوسطة، واحطهم بقى واسيبهم بيقعدوا معايا من ساعة لتلت لساعة الا ربع. بجيب السكينة بعمل تيست كده زي ما انتم شايفين هنا وهنا وفي الطاجن ده كمان. بلاقي السكينة طالعة نضيفة خلاص هو كده استوى تمام. ولقيت الصينية لونها حلو فطلعتها، والطاجن لونه كويس والطاجن فاتح شوية، بس مرضتش اطول بيهم بصراحة. قلت اطلعهم عشان خاطر انا يعني اول مرة اعمل في الطواجن الصغيرة ديت، فخفت مثلا زي ما قلت لكم يتلسعوا او ياخدوا لون غامق. فهنقطع كده معانا. بسم الله ما شاء الله الكيكاية طالعة زي الكتاب ما قال. نقطعها بقى، والتقطيعة ديت حسب الرغبة يعني حاجة ترجع لكم انتوا. كده قطعتها هي. هنطلع كده بقى. عايزه اقول لكم هي لسه سخنه يعني، انا بقلب فيها عشان الجو بس ساقع فمستحليه، لكن هي لسه سخنه. هتشوفوها دلوقتي وهي طالعه بخار. بسم الله. متماسكه وجميله وتحفه جدا وهشه كده وحاجه ملهاش حل، واللون من فوق ومن تحت زي بعض. هنطلع قطعه كمان اهي. بسم الله. بسم الله. بصوا الجمال. بصوا هشة ازاي وطرية وجميلة جربوها جربوها ان شاء الله تطلع معاكم تحفة بإذن الله. بصوا اللون من تحت عامل ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم تكونوا استفدتوا منه، وتجربوها ان شاء الله وتطلع معاكم تحفة زي ما طلعت معايا. بصوا لونها. وعايزة اقول لكم كمان هشة ازاي ومفرغة يعني مظبوطة جدا. استنوا فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. سلام.